السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وكمان دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة إن شاء الله هيكونوا 7 لجان هتنتشر على مستوى الجمهورية في وقت الغروب علشان تستطلع هلال شهر شوال، عشان يعرفوا هل رمضان 30 يوم ولا 29 يوم. هل هو 29 يوم وبكرة أول أيام العيد، ولا بكرة هيكون المتمم لشهر رمضان إن شاء الله. طبعا وفقا للحسابات الفلكية، فالحسابات الفلكية بتقول إن هلال شهر رمضان اتولد النهاردة الخميس في حوالي الساعة 6:14 صباحا، وهيفضل في سماء القاهرة حوالي 27 دقيقة، وطبعا هيفضل في سماء محافظات جمهورية مصر العربية لمدد يعني مختلفة. بكده نقدر نقول ان احنا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة جدا، ويعني ان شاء الله بإذن الله لو ما كانش في اي ملوثات في الجو، ما كانش في اي غيوم في الجو، فيمكن رؤيته في المساحة والوقت الكافيين لرؤية الهلال ان شاء الله. وبذلك يبقى بكرة بإذن الله أول أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله. طبعا ناس تقول لي إيه الحسابات الفلكية؟ الحسابات الفلكية هي حسابات دقيقة جدا جدا جدا. الحسابات دي بتكون بالدقيقة ولا تخطئ أبدا كما يقول علماء الفلك. وكل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة.